حدوتة على مدار سنين وكان بيكبر وبينمو، بيحاول يقدم جديد، بيحاول يجذب عدد أكبر من الشباب والبنات والأطفال في شكل خدمات مؤثرة الكنيسة في احتياج ليها. علشان كده سنة 2022 قرر الفريق إنه حدوتة يعمل فريق خاص بالأطفال. خلونا نتفرج سوا على عرض ميلاد البراعم، براعم حدوتة.com. من أول سنين الفريق دايما كان في أولاد صغيرين حوالينا. ولد صغير في نهاية العرض بيقول أنا عايز أطلع معاكم المرة الجاية، وبنت كانت بتقلد حركاتنا من ورا الكواليس وبتضحك، وأولاد تانية كتيرة قوي بيبقوا حوالينا ونفسهم يشاركوا. واحد نعرفه من مدارس الأحد، أو ابن حد من الخدام، أو طفل ظهر بالصدفة في بروفا. كنا بندخلهم في العروض بدور بسيط، حركة صغيرة أو جملة، بس كنا بنفرح بيهم جدا لأننا كنا شايفين فيهم نفس الحماس اللي احنا بدأنا بيه. قبل ظهور فكرة البراعم كمسمى كانوا هما أول براعم الحكاية، وكان واضح جدا إن دي مش صدفة، دي بذرة وربنا هو اللي زرعها. أنا كنت من الأطفال دول سنة 2014. كنت ماسك قطعة ديكور اسمها المفرمة في عرض إيدي معاك مش خانقاك، ودلوقتي بخدم معاهم وبأسس البراعم الجدد. الأطفال اللي كان بيخدموا معانا من 2011 و2014 و2015 النهاردة بقى خدام كبار بيعلموا ويأسسوا ويكملوا الحكاية. ساعتها حسينا إن ربنا بيقول لنا البذرة دي لازم تتزرع صح. الحلم كبر والعدد كبر معاه، وحدوتة البراعم كانت لسه في أول سطر. وفي 2022 بدأنا نفكر إننا نبدأ نستقبل أعضاء جدد في سن الطفولة من أولى ابتدائي ولحد 6 ابتدائي، وبالفعل عملنا لهم استمارات مختلفة وبدأ الأطفال ييجوا يقدموا. وفي ديسمبر 2022 كانت حفلة استقبال الأعضاء الجدد، بس اللي حصل كان أكبر من حفلة. اليوم ده طلع أول عرض للأطفال باسم خاتم السعد. كنا مرعوبين، بس أول ما بدأنا نمثل كل الخوف راح، وحسينا إن دي مش حفلة، دي كانت بداية. ومن اليوم ده اتولد رسمياً أول كيان منظم للأطفال في الفريق، اتولد البراعم. في 2023 البراعم ما كانوش مجرد أولاد بيمثلوا، بدأوا يتعلموا ويفهموا ويحكوا. بدأنا دراسة العهد القديم كله من أول آدم لحد ميلاد السيد المسيح. أنا نوح اللي بنى الفلك زمان. أنا إبراهيم خليل الله وأبو الآباء. وأنا يوسف اللي إخواتي رموني في البير. وأنا داود اللي حاربت جليات وغلبته. كانوا بيحكوا القصة من أول الخليقة لحد التجسد، يحفظوا ويرتبوا ويشرحوا لبعض كمان، كأنهم خدام فعلا بس صغيرين. كانت فرحة مختلفة لما سمعت ولد في تانية ابتدائي بيقول ترتيب أنبياء العهد القديم من الذاكرة. وفي ديسمبر 2023 وقفوا على المسرح قدموا بانوراما للعهد القديم، مش كممثلين أبداً لكن كواعظين صغيرين.
2024 البراعم ما اكتفوش إنهم حفظوا الأحداث، لكن بدأوا يعيشوها كمان. عملوا بانوراما جديدة، نفس القصص لكن بوعي أعمق. بقيت تحس إن كل طفل شايف نفسه جزء من أسفار العهد القديم. أنا كنت خالد النبية، ولما وقفت على المسرح حسيت إن ربنا بيكلمني أنا. كان واضح جدا إن دي مش مجرد فقرة، دي تربية روحية حقيقية. وفي 2025 احتفلت الكنيسة بمرور 1700 سنة على مجمع نقيا. وقتها قررنا نحكي لأولادنا عن تاريخ الإيمان اللي حافظ عليه آبائنا. أنا أثناسيوس قلت إن الابن مساوي للآب في الجوهر. وأنا كرولوس الكبير اللي دافعت عن لاهوت المسيح. وأنا ديوسكورس اللي ما خافش وقال الحق في مجمع خلقدونيا. أنا أثناسيوس بعد ما بقيت بطريرك رقم 20. مين كان يتخيل إن أولاد من أولى ابتدائي لستة يحكوا تاريخ المجامع المسكونية بثقة كده؟ البراعم ما وقفوش عند دراسة الكتاب المقدس والعروض بس، دلوقتي بقوا بيخدموا معانا فعلا في الكرنفالات. بيدخلوا في أدوار صغيرة، يساعدوا في التنظيم، يمثلوا بالعرايس أو يرحبوا بالأطفال. وبنعمل كده عن قصد علشان لما يطلعوا للفريق الكبير يكونوا فاهمين النظام وعارفين روح الخدمة ومتعودين يشتغلوا وسط الكبار. الجميل إنك تلاقي طفل من البراعم واقف جنب خادم عمره 25 سنة، وكل واحد فيهم بيخدم بنفس التركيز. دلوقتي البراعم مش مجرد مجموعة أطفال، دول المستقبل اللي بيبدأ من بدري. كل سنة في ديسمبر بنحول دفعة منهم رسمياً للفريق الكبير أول ما يدخلوا إعدادي. أجمل لحظة لما ولد أو بنت من البراعم يقف يخدم جنب اللي كان بيحضر له العرض من سنين. البذرة اللي كانت فكرة بقت شجرة مليانة ثمر واسمها البراعم. إحنا البراعم جيل بدأ صغير، خدام صغيرين لكن حلمه كبير، ودي كانت بدايتنا. النهارده البراعم مش مجرد مجموعة صغيرة، دول الجيل اللي بيتربى جوه قلب الخدمة عشان هو اللي هيكمل بعدينا. إحنا البراعم جيل بدأ صغير لكن حلمه كبير، بنحب ربنا وبنخدم بفرح، وهنكمل الحدوتة من جيل لجيل. شفت 3 رهبان ومعاهم جند كمان. في
أنا شوفته قاعد على الأرض شوية، رفع جوا قليته مع قصتي كان في مية، قدامه يسوع بعظمته يغسل له رجله الغالية. ده حبيبي الأنبا بشوي صاحب المحبة العالية، ده حبيبي الأنبا بشوي صاحب المحبة العالية. وبسرعة رحت له جري، قال لي استنى أنا جاي، وقال لي اوعى تنسى محبة كل حي. في يوم من الأيام وأنا نايم في سلام، شفت 3 رهبان ومعاهم جندي كمان. في يوم من الأيام وفي أجمل الأحلام، شفت 3 رهبان ومعاهم جندي كمان. أما الجندي أنا شوفته واقف رافع اليدين، شال أحمر كان على كتفه وجنبه واقف جملين، ودرع نحاس على صدره ووراه درب مناردين. ده حبيبي ماري مينا شفيع المؤمنين، ده حبيبي ماري مينا شفيع المؤمنين. وبسرعة جريت فرحان وأخدني بالأحضان، وقال لي اوعى تنسى تحافظ على الإيمان. في يوم من الأيام وأنا نايم في سلام، شفت 3 رهبان ومعاهم جندي كمان. في يوم من الأيام وفي أجمل الأحلام، شفت 3 رهبان ومعاهم جندي كمان. واحد كان دقنه بيضة عجوز وفي ايده عصاية، ده حبيبي الأنبا أنطونيوس اللي بركاته معايا. التاني اسود على ظهره كان في شيوال كبير، ده حبيبي الأنبا موسى اللي ما أدنش الغير. أما التالت أنا شوفته قاعد على الأرض شوية، ده حبيبي الأنبا بشوي صاحب المحبة العالية. أما الجندي أنا شوفته واقف رافع اليدين، ده حبيبي ماري مينا شفيع المؤمنين.
ألحان كنيستنا القبطية. أنا شغال إيه؟ شغلة جميلة. شغلة إيه؟ أنا شغال إيه؟ شغلة جميلة. شغلة إيه؟ شغلة تفرح قلبي يسوع. طب قول لنا إيه الموضوع؟ شغلة تفرح قلبي يسوع. طب قول لنا إيه الموضوع؟ اسمي ماري جرجس يا ولادي، كنتي معايا حربة وحصان، أجي بسرعة للي ينادي وأروح له في أي مكان. اسمي ماري جرجس يا ولادي، كنت معايا حربة وحصان، أجي بسرعة للي ينادي وأروح له في أي مكان. شغلة جميلة، شغلة عظيمة، شغلة جميلة، شغلة عظيمة. عرفت بقى أنا شغال إيه. أما أنا بقى يوسف النجار، عندي مهفت وشاكوش كبير، بقطع خشبي بالمنشار، وبكمشتي أشيل مسامير. أما أنا بقى يوسف النجار، عندي مفك وشاكوش كبير، بقطع خشبي بالمنشار، وبكمشتي بشيل مسامير. شغلة جميلة، شغلة عظيمة، شغلة جميلة، شغلة عظيمة. عرفتوا بقى أنا شغال إيه. أما أنا اسمي داود الراعي، برع غنمي بكل ضمير، كل يوم أرنم لإلهي، وكمان بكتب المزامير. أما أنا اسمي داود الراعي، برع غنمي بكل ضمير، كل يوم أرنم لإلهي، وكمان بكتب المزامير. شغلة جميلة، شغلة عظيمة، شغلة جميلة، شغلة عظيمة. عرفتوا بقى أنا شغال إيه. أما أنا بقى اسمي أزمان، وأخويا اسمه دميان، بنساعد كل عيان، أصل إحنا الاتنين طبيبان. أما أنا بقى اسمي أزمان، وأخويا اسمه دميان، بنساعد كل عيان، أصل إحنا الاتنين طبيبان. شغلة جميلة، شغلة عظيمة، شغلة جميلة، شغلة عظيمة. عرفتوا بقى أنا شغال إيه. أما أنا اسمي الأمبرويس، بياع ملح لكل الناس، ماشي معايا جمال لذيذ، بعمله بعطف وإحساس. أما أنا اسمي الأمبرويس، بياع ملح لكل الناس، ماشي معايا
ويا صدفة 2011 لحد براعم نقيا 2025 كلهم خيط واحد في نسيج اسمه حدوتة.